لو بتتعلم انجليزي ومش فاهم الجرامر، استنى هفهمك كل حاجة في دقيقة. الجرامر يعني قواعد اللغة، يعني العظم اللي بيشيل الجملة زي ما العظم بيشيل الجسم. لو ركبت الكلام غلط الجملة مش هتتفهم. تعالى ناخد مثال بجملة متركبة غلط. مثلا فوتبول بلايز شي، جملة بالانجليزي بتتكون من subject يعني فاعل، predicate يعني الفعل. تعالوا نعدل المثال اللي قلناه من شوية. she plays football، هنا الفاعل she وبلايز الفعل. في 4 أنواع من الجمل بالإنجليزي، هنقول كل نوع دلوقتي وهنعمل مثال عليه عشان نفهمه أكتر. أول حاجة جملة خبرية declarative sentence، نقول مثال I love pizza، أنا بحب البيتزا. تاني حاجة الجملة التساؤلية interrogative sentence، do you love pizza؟ تحب البيتزا؟ ثالث حاجة الجملة الطلبية أو الإلزامية أو الأمرية imperative sentence. قول مثلا please bring me pizza، please give me your number، please check your phone، please back up. لما يجي حد يلزق فيك كده قول له please back up motherfucker. رقم 4 الجملة الانفعالية أو التعجبية، هنقول مثال wow I love pizza، واو بليز فاك اوف. هنبدأ دلوقتي في تركيب الجملة. شوف ايه انواع تركيب الجملة. ذات الجمل ليها اشكال وطرق مختلفة، عندك simple وعندك compound وعندك complex وعندك compound complex. simple فكرة واحدة، الكومباوند فكرتين ومعاهم أداة ربط زي and وبut وسو. complex فكرة زائد سبب أو وقت يعني because when. compound complex الكل مرة واحدة. عايز تتعلم الجرامر بسهولة تابع معايا الفيديوهات الجاية وانا هخليك هيرو جرامر. عارف جرامر هيرو؟ انا هخليك هيرو جرامر. تابع معايا الفيديو الجاي وانا هخليك جرامر هيرو.